السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ شكرا لكل الناس اللي سألت عليا، وشكرا جدا جدا لكل الناس اللي قالت لي ادعي لنا، وانا دعيت لكم كلكم والله. ان شاء الله انا جيت من العمرة الحمد لله. ربنا يتقبل مني كل دعوتها ليكم، ويجعل لكم يا رب من دعايا نصيب، ويجعل لي من دعواتكم نصيب يا رب. عقبالكم كلكم يا رب، ربنا ينور قلوبكم كلكم بزيارة الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبدأ شغلنا. معلش اتأخرت عليكم، بس النهارده جايه لك بطفرة والله. بما ان في كلام كتير قوي شغال كده، بتوع كلية التجارة بقوا دكاترة، وبتوع الدكاترة بقوا كلية التجارة، وحاجات كتير قوي كده. عايزه اقول لك النهارده على شويه كريمات لازم يبقوا معاكي وانت داخله الشتاء. احنا قلنا ممنوع ان انا اقشر بشرتي في الصيف خالص، ولازم اقشرها في الشتاء، والجو معتدل، والجو بدأ يتعدل دلوقتي، فسهل جدا انك توصلي ببشرتك لحاجه مثاليه، ومثاليه جدا جدا جدا. النهارده اقول لك على شويه كريمات حلوين قوي، سهل انك تستخدميهم. بس عايز اقول لك ان انا والله 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 نسيت كل حاجه، حتى المرطبات وانا ماشيه ما خدتهاش في شنطه العمره. ما فيش حاجه نفعتني غير الزنكوسيل، اللي هو انا بحطه بالليل، هو بديل الصن بلوك اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بس انا بقيت احط حته منه صغيره بالليل، واقوم الصبح اتوضى وامشي عادي، لان انا ما بحبش الملمس الدنيا. جربي الزنكوسيل، هتلاقيه حلو جدا جدا، وهيدي بشرتك طابع ناتشورال كده، مش بيجير ولا بيدي الافكت المجير او المبيض ده. حلو قوي. طيب انا بشرتي حتى لو ما فيهاش تصبغات، وعايزه احارب التجاعيد، وعايزه بشرتي تبقى منوره وشكلها حلو وطبيعي، لازم تدخلي الريتينول في روتينك. انا مش بقول لك الكلام ده انا مجتهده جدا وانتم عارفين، بس انا بقول لك دي تجارب شخصيه، ودي تجارب حلوه جدا، وكل الناس بتقول عليها، واعملي سيرش على كلامي. بشرتك عاديه خالص، هتجيبي الاكراتيك مع البيبنسين. انا عايزه بشرتي احافظ على بشرتي نضره وجميله، وما فيهاش ما فيهاش الاكراتين والبيبنسين. حته من الاكراتين قد حبايه البسله، مع حته من البيبنسين قد حبايه البسله اللي انا بشرتي عاديه، واخلطهم اثناء الاستخدام. وبلاش يجي تحت عينيكي، وبلاش يجي في زوايا الانف، وبلاش يجي حوالين الفم. وتحطيه اول اسبوع لمده ربع ساعه، تاني اسبوع لمده نص ساعه، تالت اسبوع لمده ساعه. 3 اسابيع بالظبط، وهتلاقي الدنيا بقت زي الفل لو انت ما عندكيش اي حاجه. طيب انا بشرتي فيها آه بشرتي فيها مكان ندبات او حفر او هتستخدمي الاكريتين. لازم تشطفي وترطبي، حتى لو كنت حاطه مرطب تشطفي وترطبي. لو انا بشرتي فيها مكان حفر، او مكان حبايه غائر كده، او في دنبه او حاجه، يبقى الاكريتين مع الجل الكونتراكتوبكس. حلو جدا 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 جل الكونتراكتوبكس. طب انا بشرتي فيها لهفه شمس، فيها فرق حجاب، فيها هتستخدمي الاكراتين مع الميبو. الاكراتين مع الميبو يديك نتيجه حلوه جدا جدا، وكلهم بيستخدموا زي الطريقه اللي قلتها لك في الاول، حته قد حبايه البسله مع حته قد حبايه البسله، وتلاقي بشرتك زي الفل. لا يستخدم في الاضاءه نهائي، حتى اضاءه الموبايل لا يستخدم ولا ينخرج بيه الصبح ابدا. ما تستخدمهيش لو انت حامل او بترضعي ابدا. وانا بقول لك بلاش لو اقل من 18 سنه، علشان البنات اقل من 18 سنه ده سن تغيير هرموني، ويستحسن ان هم يبداوا بالماسكات الطبيعيه. طيب انا بقى خلصت بشرتي، ولو ايدي عايزه ايديا حلوه. انا معايا الميلوكين هنا، بس مش هدور عليه والله، ممكن يكون معايا. انا معايا كريم الميلوكين هنا. هتجيبي عايزه ايديا حلوه ونظيفه تمام، وشكلها طبيعي. هتجيبي ايه يا ست البنات؟ هتجيبي لي علبه ميلوكين من الصيدليه، او زاروتكس، او اي حاجه مقشره تمام. وتحطي على مكان العقل، اغسلي ايديكي كويس بيكربونات الصوديوم وليمونه، وافركي كويس واشطفي، وبعدين اغسلي ونشفي كويس. الكريمات المقشره لازم تنحط على بشره جافه، الكريمات المرطبه لازم تتحط على بشره منديه. ده تكنيك حلو قوي، استخدميه. اوعي تحطي كريمات مقشره وبشرتك منديه او مبلوله، لازم تكون جافه تماما. هتغسلي ايديكي بالبيكربونات الصوديوم. عايزه اقول لكم ان انا ايديا جافه بقى، ولسه هظبطها عشان لما جيت من العمره يعني. هتجيبي لي على العقل، على مكان العقل تغسليها كويس وتنشفيها، وتجيبي على مكان العقل وتسيبيها مثلا ايه لمده ربع ساعه. عايزه تلبسي جلافز تمام، وبعدين تشطفي تاني كويس جدا، وبعدين ترطبي. اقول لك على حاجه حلوه، هاتي معلقتين خميره فوريه على علبه البنسينول. علبه البنسينول اللي هي العاديه المتوسطه، وهاتي معلقتين خمر، وتنك اضربي 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 لحد ما يبقى يدوبوا تماما، ويبقى ملمسهم كريمي. وحطي معاهم معلقتين زيت حلبه، ورطبي ايديكي. سيبي الماسك ده كمان، حطيه على ايديكي لمده
يعني من ساعه لساعه وشويه، وبعدين اشطفي ورطبي باي مرطب. اقول لك على مرطب حلو، جريسلين وزيت ليمون، تحفه. كده تبقى عملتي ايديكي وبشرتك باقل التكاليف. الكريمات مش رخيصه قوي، بس لا تقارن بالحاجات الغاليه، خصوصا اليومين دول في حاجات كتير قوي، في لغط، في حاجات ربنا يعافينا يا رب. كل اللي بيدخل يعمل حاجه ربنا يعافينا بيطلع بحاجه تانية تالتة خالص، فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. ده روتين بسيط وكميه كريمات مسمعه في الدنيا بحالها، وتقدري تستخدميها زي ما بقول لك كده بطريقه بسيطه وسهله. ولو حافظتي على الروتين ده مع شويه ماسكات طبيعيه وغلق للمسام، هتلاقي الدنيا زي الفل. اذا انت مش محتاجه. ابدأي بدري علشان تحتفظي ببشرتك وبشبابك، وما تحاوليش تعملي اي عمليات تجميل بدري، لان ده بيخليكي زي فردة الكاوتش، انا سوري في التعبير، المبنشره، فبيبقى شكلك مش احسن حاجه. ودمتم لي حبايب، وميرسي جدا جدا جدا. وعقبالكم كلكم يا رب، كلكم تروحوا عمره وتحجوا، ربنا يكتبها لنا مرارا وتكرارا، ونكون مع بعض ونكون صحبه. شكرا لكل فانزاتي اللي قابلوني. على فكره قابلني فانزات كتير جدا اللي اتصوروا معايا، ما كنتش عارفه ان انا مشهوره قوي كده. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، وشكرا. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه حلوه قوي. تابعيني واعملي سبسكرايب للقناه علشان تستفيدي من الفيديوهات اللي جايه. واسفه على التاخير، والسلام عليكم.